ماشية في مول او ماشية في شارع وفجأة ابنك راح رامي نفسه في الارض وهاتك يا صويت وعياط ولما عليك الدنيا وفرج عليكي العالم اللي جت واللي ما جتش. دي اسمها نوبة غضب، والحقيقة ان ده مش ذنبك ولا دي غلطتك. لو عايزة تعرفي اكتر عن ايه هي نوبات الغضب وازاي توقفيه عند حده في اللحظة دي بطريقة لا تهينك ولا تهينه، تابع الفيديو ده للآخر. وطبعا بفكرك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبدأ. هو في حاجة اسمها نوبة غضب؟ في حاجة علمية وطبية ونفسية اسمها نوبات الغضب. طب هي ايه نوبات الغضب دي؟ نوبات الغضب دي بتكون نوبات مفاجئة من التصرفات الحادة اللي بتصدر عن الطفل بدون أي تخطيط مسبق. يعني ابنك مش مخطط إن هو هيفضحك في المول أو في السوبر ماركت، هي طلبت معاه فجأة كده فربنا بيكرمه وبيروح رامي نفسه في الأرض وهاتك يا صريخ وصويت وربنا معاك انتي بقى. بيعبر فيها عن شعوره بالغضب او الاحباط تجاه حاجه معينه، غالبا الام بتكون مش فاهماها، وفي معظم الاوقات هو نفسه ما بيكونش فاهم هو بيعيط ليه، بس يعني نقحت عليه يرقع بالصوت فكان بها. طب نوبات الغضب بيكون شكلها ايه؟ والله هو على حسب كل طفل وكل موقف. معروف طبعا كل ما كنتي في مكان او مع ناس حريصه فيه على برستيجك وشكلك، او ان انت يا سلام بقى لو نازله متشيكه كده ومتظبطه وملبسه احلى حاجه وملبسه انت نفسك يعني حاجه عظيمه كده، تلاقي بقى نوبات الغضب يعني جات له نوبتين 3 في السك. بنتكلم عن عياط، تشنجات في الجسم، ركل بالقدمين، حبس انفاس، زن مستمر، ضرب الشخص او قرصه، خاصة لو كان غريب. يعني لو معاكوا حد كده تلاقي مثلا راح سفخه بالقلم فجأة، قرصه، اداله بنيه في وشه، مع صريخ بقى، وتلاقي نفسه يعني ظهره تقوس كده زي ما يكون قطة وهتهجم، وغالبا بيرمي نفسه في الارض وبيتمرمخ. يا سلام بقى لو ملبسات شورت بيضة او قميص ابيض. وفي بعض الأطفال الموضوع بيوسع معهم شوية فبيبتدوا يكسروا في الحاجات الموجودة حواليهم. طب معلش سؤال، هي نوبات الغضب دي بتحصل ايه؟ يعني ليه الطفل بيعمل العمال السوداء دي كلها؟ يعني هو شرير؟ لا، هو مش شرير. الطفل بيعمل الكلام ده لأنه حاسس بإحباط أو بعجز عن إنه يعبر بشكل واضح عن رغباته وطموحاته واحتياجاته، خاصة لو كان الطفل لسه مش بيتكلم أو قدرته على تكوين كلمات واضحة وصريحة محدودة. فمن كتر ما بيبقى متغاظ عايز يقول حاجة ومش عارف، أو عايز يعبر أو يوصلك رسالة ومش متمكن من الموضوع ده، فبيبتدي يعبر عن نفسه بطريقة مختلفة يمكن حضرتك تبصيله أو تفهمي لوحدك لا قدر الله. كمان وجود الطفل في مكان هو مش عارف يتأقلم فيه بيخليه يعمل كده. ويا سلام بقى لو انت حاطة ضوابط وقيود على تصرفات الطفل، ده بيخليه يضرب منك اكتر. يعني احنا ماشيين، لا ما تجريش، لا ما تعليش صوتك، لا مش عارفة ايه، اهو بتلاقيه ضربت منه وهبت. كمان احساس الطفل بانه عايز يحسسك انه مستقل، مسكة ايدي دي وان انا لازم امشي جنبك وما ينفعش ان انا اطلع اجري كده ما تعرفيش مكاني، انتي بتحلمي، انا حر واتصرف زي ما انا عايز. كمان من اسبابها رغبة الطفل في جذب الانتباه ليه عشان يختبر القيود والتعليمات اللي اتفرضت عليه. والله انا هصوت وهرع بالصوت وهرمي نفسي في الارض واشوف الست دي كده هتعمل ايه، وهتزهق وهتمل وهتسيب نعمل اللي انا عايزه، ولا يعني هتاخد موقف وهتلم الدنيا ومش هعرف اتصرف. يعني هو برضو بيختبرك في النهاية. برضو من ضمن اسباب نوبات الغضب ان حد ياخد حاجة من الطفل او يحرمه منها والطفل ما بيبقاش فاهم ليه. زي مثلا هو شبط في حاجه وانتي خدتيها منه قلت له لا ما ينفعش، هو مش فاهم انتي مخدتيها، يعني ما يعرفش انتي معكيش فلوس او ما يعرفش انه الحاجه دي مضره ليه، هو ما يعرفش، فهو بالنسبه له انتي منعتيني، طب استلمي بقى. كمان وجود الطفل في مرحله انتقاليه من اليوم زي فتره بعد الحضانه او قبل النوم مباشرة، ده بيخليه على آخره. يعني احنا بنتكلم هنا العيل عايز ينام، العيل راجع من الحضانة تلاشيه، ما تعديش بيه قدام سوبر ماركتس وما تاخديهوش معاكي في مشاوير عشان هيفضحك، اللهم بلغت اللهم فشل. كمان شعور الطفل بحاجات تانية زي الملل والتعب والجوع وفرط النشاط والقلق والانزعاج والتوتر، يعني من الآخر هيطلع عينك في كل الأحوال، لأنه غالبا بيبقى عنده واحدة من المشاعر دي على مدار اليوم.
طيب هي نوبات الغضب ليها سن معين؟ تعالي يا ست الكل اقولك ان هي من سن سنة لسن 4 سنين. بعد المسافة دي لو طفلك لسه بيجيله نوبات غضب فاحنا هنا محتاجين نروح لاستشاري سلوكيات. طب اشمعنى من سنة ل4 سنين؟ لان دي الفترة اللي فيها نمو شخصية الطفل وما بيكونش قادر فيها يعبر بشكل واضح وسلس عن اللي هو عاوز يقوله، وقدرته كمان على التأقلم مع الاماكن الجديدة بتكون قليلة جدا. نيجي بقى الأهم سؤال في الحلقة، اعمل ايه لو ابني جاله نوبة غضب؟ اتصرف ازاي؟ تعالي بقى انا اقولك تتصرف ازاي. اولا لازم تكوني هادية هدوء تام، ودي اهم نصيحة للام، لان اي توتر او عصبية منك هيزود الموضوع سوء وهيزيد الطينة بلة زي ما بيقولوا، مش هيحلوا مهما كان اللي حواليكي ضاغطين عليكي والناس عماله تبصلك والست اللي واقفه بعيد عماله تمزمز بشفايفها. يا سلام، شوف التربيه، شوف قله الادب. سيبك منهم خالص، خليكي هاديه جدا ولا كأن في اي حاجه. حاولي كده بقى بالراحة تشوفي ايه سبب نوبة الغضب وتحليها على قدر الامكان بدون ما تستجيبي لكل رغبات الطفل. يعني مثلا لو هو جعان او عطشان او عايز ينام فدي كلها احتياجات طبيعية ومقبولة وممكن نلبيها. لكن مثلا بقى لو هو شبطان في ايس كريم او عايز مش عارفة كيس شيبسي ويا كده يا هفضحكوا، لا، فهميه بالراحة انه الطريقة دي مش هي الطريقة اللي هتجيب نتيجة. كمان الضرب والتعنيف الجسدي مش هيحل المشكلة، هو هيزود مقدار الصريخ وهيهين ابنك وهيخلي منظرك وحش جدا، فهو مش حل على الإطلاق ومش هيسكته، فتلاشيه تماما. نبعد كمان عنه أي حاجات مؤذية لو رماها أو استعملها في نوبة الغضب. يعني أول ما تلاقيه هيبتدي يرقع بالصوت لو هو على بداية سلم، لا، خديه شيليه كده، نزليه تحت لحد ما تروحوا في مكان مستوي وخليه يتمرمغ براحته في الأرض، المهم ما يتعورش. طيب هو في طريقة أخلي بيها نوبة الغضب تقف على طول؟ يعني أنا في مكان ومنظري ولياقتي يعني اتفضحت، يعني في طريقة في طريقة، بس لازم تبقي عارفة ان هي لازم تاخد وقتها. يعني ابنك عنده طاقة غضب محتاج يعبر عنها، ودي بكل أسف وندم بتستغرق من دقيقتين لحد 15 دقيقة. يعني في النهاية الناس كلها هتتفرج عليكي وانتي بتتهزقي وبتتمرمطي وبتمسح بيكي البلاط، فحاولي تتقبلي ده بصدر رحب او تتعاملي على طريقة الست اللي كانت في الإعلان لما بتقول لهم مش بنتي معرفهاش. طيب هي طبيعي نوبات الغضب؟ يعني هي كل العيال بتعمل كده؟ الحقيقة انه لو زادت معدلات نوبات الغضب عن الطبيعي او تحولت لسلوك عدواني او اتقلبت لاضطرابات سلوك واضطرابات نوم، في الحالة دي انت محتاجة ترجعي لاختصاصي نفسي. لو حصل انقطاع في النفس اثناء نوبة الغضب برضو لازم ترجعي للدكتور عشان هو يقولك اذا كان ده كان طبيعي عند الطفل ولا لا. كل اللي احنا قلنا ده الكلام العلمي عن نوبات الغضب. عشان كده عزيزتي الام، انا قلبي عليكي ومعاكي، ما تتحرجيش يا حبيبتي من نظرة الناس ليكي، بهدلوكي مرمطوكي، لا بأس، ما تاخديش اي تعليقات بطريقة شخصية على نفسك. انتي ادرى واحدة بظروفك وظروف ابنك، ولو دخلتي مكان تشربي فيه قهوة وطفلك فاجئك بنوبة غضب مش معنى كده انك مجرمة في حق الناس ولا في حق نفسك. يعني طبيعي وعادي خالص، يعني تحلي بقدر عظيم من البرود، عادي مسح المول بهدومه، فضحك في الكافيه، فرج عليك السوبر ماركت، عادي خالص خالص خالص، ولا يهمك، عادي، فترة وهتعدي. ودايما فكري بالطريقة دي، خليه ياخد وقته، يصوت، يصرخ، يعيط، لا بأس. طيب انا عارفة انك بتبقي على اخرك في اللحظة دي وبتبقي ماسكة نفسك بالعافية ان انتي تمديله شلوت تطيريه، فهقولك على شوية نصائح كده تخفف عليك الموقف وتخليكي تعديه بأمان وسلام. أول حاجة، أمني احتياجات طفلك قبل ما تخرجي من البيت بقدر الإمكان. يعني أكلي، شربي، غيري له، نيمي. صحيح كل الكلام ده ضروب من الأحلام، يعني انت بتبقي نازلة أصلا بتلبسي بالعافية، لكن يعني حاولي على قد ما تقدري خدي معاكي أكل، خدي له إزازة مية، لأنه غالبا مش هيحلال وياكل ولا يشرب ولا يعمل أي حاجة غير وانت بره.
فحاولي معلش اختاري كمان اماكن يكون فيها مساحات للاطفال، زي كافيه في كيدز اريا مثلا او كده، اللي هو يحل عن قفاكي شويه عبال ما تخلصي. لو ابنك بيروح حضانه حاولي تخرجي في المكان اللي انت عايزاه قبل ما ابنك يرجع من الحضانه. ولو مضطره تخرجي مكان مش مناسب للاطفال، خدي معاكي بقى حاجه يتلهي فيها، لعب، تلوين، دباديب، عرايس، ايا كان. حتى لو هتخرجي بشنطة سفر كبيرة قد كده اهو، ده اهون عليكي من الاهانة اللي هتشوفيها لو خرجتي وهو معهوش حاجة يلعب بيها. ولو قدرتي حد يخرج معاكي وطفلك بيحبه، الكلام ده ممكن ينقذك شوية، لانه ممكن يلعب ويهزر معاه، يجري وراه وهكذا، فيشيل من عليكي. واهم حاجة بقى تتجاهلي تعليقات الناس، لانه الناس ما بترحمش، محدش هيعجبه حاجة. حاولي تقري اكتر عن التربية، ودي حاجة مش عيب. وحاولي كمان تحمي الناس اللي حواليكي من نوبة غضب طفلك، لانه في النهاية ابنك انتي مش ابنهم هم. يعني لو حاسة انه هيرمي حد بحاجة، هيلطش حد على وشه، هيشد حاجة تعور حد، يعني محدش له ذنب. وفي النهاية بقولك انه لو الفيديو ده عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفك على خير الفيديو الجاي، وربنا يكفينا ويكفيكي شر نوبات الغضب.